السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض جلاش بالحليب وبالسكر البودرة. حاجة ان شاء الله سهلة وبسيطة وعلى قد ايديكم. حاجة تتعمل كده في 5 دقايق 10 دقايق، هتبقى مجهزة حاجة حلوة. وان شاء الله ان شاء الله الولاد يتبسطوا منها. انا جبت لفة جلاش صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، فردها اهي قدامكم على الرخامة. هاخد منها بس ايه، ورقة واحدة بس. هي الفطيرة بتاعتنا النهاردة هتاخد ورقتين، مش اكتر من كده. انت بقى عايزة تزودي ماشي، عايزاها سميكة شوية ممكن الورقتين دول يبقى 4، يبقى ورقتين تحت وورقتين فوق. هنعمل ايه؟ انا خدت ورقة اهو ودهنتها بالسمنة، دهنتين بس كده بالسمنة، والاطراف كده بالطريقة دي ندهنها كلها كده بالسمنة. وبعد كده هقوم جايبة ورقة تانية وهنزلها برضو عليها وبنفس الطريقة، ونتقطعت منكم ولا يهمكم، عادي جدا. انتوا عارفين ان الجلاش ما بيستحملش وبيتقطع بسرعة. انت ممكن برضو تفرديه بالراحة خالص، واللي اتقطعت منك برضو افرديها وحطيها جنب اختها، مش هيجرى اي حاجة ولا في اي حاجة عندنا بتترمي. ان شاء الله ان شاء الله كله هيبقى كويس. فردناها كده فوقيها بالطريقة اللي انت شايفاها، وبرضو هننزل عليها بدهنتين من السمنة فوق وتحت والاطراف طبعا، حاجة بسيطة قوي من السمنة. والسمنة مش شرط تكون يعني سايحة، هي سمنة من العلبة كده على طول، انا واخداها من العلبة كده على طول اهو قدامك ودهنت بيها. هعمل ايه بقى؟ هروح واخدة الطرف بتاع الجلاش وعاملاه كده اهو زي ما انت شايفه، والتاني اخوه. بصي دي اتقطعت مني ازاي عشان انا لسه بقولك اهو، ولا يهمك. هروح جايباهم كده الاتنين على بعض، يبقى انا جبت الطرف ده والطرف ده على بعض بالشكل ده. وهعملهم ايه؟ هعملهم مربع. اظبط بس الدنيا كده وبعدين هعملهم كده اهو. طبقت الناحيه دي وادي الناحيه التانية اهو، طبقتها بالشكل ده بالراحه خالص، بقت كده. شايفه موضوع ازاي سهل وبسيط، ما فيهاش اي حاجه. يلا نعمل مع بعض واحده كمان، يلا نعمل واحده كمان مع بعض. والله الموضوع سهل وبسيط يا جماعه بطريقه يعني انتوا هتقوموا تعملوها دلوقتي. ادي ورقه اهي خدناها، بس على فكرة انتوا لو عملتوها ب4 ورقات هتبقى احسن، لو حابينها تبقى سميكة وتقيلة. يعني مش حابين فطيرة خفيفة، حابين تبقى سميكة كده وتقيلة معاكم محملة. يعني لو انتوا مثلا 4 افراد هتعمل لكم لفة الجلاش دي، هتعمل لكم 4 فطاير، يعني بسم الله ما شاء الله بألف هنا وشفا. لو هتعملي الواحدة ب4 ورقات، انا هنا عاملاها بورقتين بس عشان اللهم بارك انا عندي اسرتي كبيره شويه، فانا عامله الواحده بورقتين بس عشان بس تكفي الكل والكل ياكل ويتبسط. دهنا اهو الورقه الاولانيه وهننزل عليها بالورقه التانية. شايفين بتتقطع معايا ازاي؟ عادي جدا ولا يهمكم. هظبطها برضو كده بالطريقه دي من هنا ومن هنا زي ما انتوا شايفين. هظبطها وانزل برضو عليها بايه، بدهنه السمنه اهو. وهمسك الطرف برضو كده زي ما قلت لكم اهو، هجيبه كده بس يظبطوا الاتنين قد بعض. والناحيه دي برضو كده اهو، يبقى انا خدت الطرف اللي فوق والطرف اللي تحت. وبعد كده هقوم جايبه ايه، جايبه الحته اللي انا تنيتها دي الرفيعه المطربوش دي كده، مطربوش ها، واخدين بالكم؟ واقوم ايه عامله كده. متنسوش بقى تشتركوا في القناه يا حبايب، انا شايفه حد مش لسه ما اشتركش، اشتركوا في القناه. بصوا بقت عامله ازاي، ايه القمر ده. يلا بقى بينا نشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. واللايك يا جمال يا حلوين، ما تنسوش اللايك. هنا بقى انا عندي ايه، حطيت صينيه او طاسه اللي موجود عندك، اي حاجه موجوده عندك مفيش مشكله. ورحت دهنه كده، دهنه سمنه كده، مش كتير، هي دهنه بس كده بسيطه. وتسخن بس كده معايا شويه عشان طبعا انا حطاها على البارد. اوعوا تعلوا النار عليها، النار تبقى ايه، خفيفه، يعني وطي العين عشان ما تتحرقش منك. هي كده حلوه قوي سخنت معايا. هقوم نازله بقى ايه بالفطيره الجميله دي كده اهو زي ما انت شايفه. هسيبها 3 دقايق وهرجع لها تاني عشان اقلبها قدامكم. 3 دقايق يا حبايبي مش اكتر من كده.
عشان ما تتحرقش معاك وتتلسع. كده عدوا ال3 دقايق، هقلبها بقى قدامك اهو. بسم الله بسم الله اللهم بارك. شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله يا جماعه، والله ولا احلى من كده. فطيره قمر يعني، ان شاء الله تعجبكم. ناخدها برضو 3 دقايق من الناحيه التانية، وهقول لكم بقى دلوقتي هتعملوا فيها ايه. خلاص كده ال3 دقايق بتوعنا خلصوا. يلا بقى نشيلها كده من على النار، واحطها في طبق، واوريكم شكلها عامل ازاي. اهو نجيب بقى طبق كده. شايفين القمر؟ ولا اتلسعت مننا ولا اتحرقت ولا غمقت ولا اي حاجه، الحمد لله بفضل الله كله ماشي مظبوط. اهو شايفين شكلها اهو، ده بقى شكلها. والله يا جماعه حاجه سهله وبسيطه وعلى قد ايدينا. والله دي انا بسميها اكله الغلابه. اي حد نفسه في حاجه حلوه هيقوم بسرعه، خد يا ابني هات لي لفه جلاش، ويلا بسرعه ايه نعمل حاجه حلوه كده بشويه سكر ولبن وخلاص. واللهم بارك، الحمد لله. هي خلصت اهي، وحطينا كمان واحده تانية على البوتاجاز. دي بقى نعمل فيها ايه يا حلوين؟ هنمسك السكينه بتاعتنا الحاميه كده، تكون حاميه ما تكونش تلمه كده زي بتاعتي، وهقطع بيها كده. هعمل بقى ايه الفطيره دي؟ هعملها 4 تربع، هعملها مثلثات علشان اللي ياكل بالهنا والشفا يعرف ايه يمسكها كده. ما يمسكهاش طبعا لان هي تبقى غرقانه في اللبن، فمش هينفع نمسكها ايه وهي كلها قطعه واحده، لازم تبقى متقطعه. فانا قطعتها كده ايه، قطعتها مثلثات، بقت الواحده بس 4. يعني ممكن بقى ندي الجيران وجيران الجيران بألف هنا وشفا، وكله ياكل ويدعيلنا بإذن الله. ونحط بقى كده بالمعلقة بتاعتنا كده نسقسق. فاكرين نسقسق دي؟ الله يرحمك يا أمي، ويرحم كل أموات المسلمين يا رب. نسقسق بقى كده، نحاول نشربها كده كام معلقة لبن أو حليب عشان محدش يزعل. نحط بقى كده الحليب، حطينا الحليب بتاعنا. تعالوا بقى يا حلوين ننزل بايه، بالسكر البودرة بتاعنا. نرش بقى كده عليها رشتين سكر بودرة بالطريقة دي. شايفين فطيرة القمر؟ عملناها في 5 دقايق وطعمها هيعجبكم. فين اللايك بقى؟ فين اللايك يا حبايبي؟ اللايك يا حلوين، يلا خشوا كده اعملوا لايك عشان نكبر كده، عيلتنا تكبر وتبقى حلوة. يلا بصوا بقى، انا هقطع لكم جزء اهو منها تشوفوه. بصوا حبايبي، ايه القمر ده؟ بألف هنا وشفا، بجد بألف هنا وشفا يا رب. يا رب تعجبكم يا حبايبي يا رب. وادي كده شكلها النهائي، يا رب تعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة عشان نتواصل مع بعض كده ونكبر مع بعض. ربنا يبارك فيكم. وده شكلها النهائي. بتمنى طبعا ان هي تعجبكم، وبتمنى الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.